من طفل معدوم بأحياء جدي الفقيرة شغال عبسط الترمس، إلى أكبر صانع محتوى فيسلس شانل بالوطن العربي وبيشتري السجق دبل كاتشب كاش. قناة عدت 10 مليون متابع وصاحبها طلع الدرع من الفرن، ومكافأة المتابعين كانت إنه ينزل فيديو كل سنة. وإذا بتلاحظوا ببلش يصحى دايما عند الأرقام الصحيحة بالمتابعين. شفنا صحوة باري بآخر فيديوهين وهو عند 10.9 مليون، شوي بوصل 11 مليون على خير وسلام. وإذا بتلاحظوا كمان كان باري مثل النسمة على قلوب الجماهير، بس ينزل المتابعين يباركوا له بالصحوة تبعته ويشجعوه انه ينزل اكثر. يعني صاحب الكهف العصر الحديث، بس الفرق انه ما عنده كلب، عنده دردبشته فرعون. بس باخر فيديوهين في هجوم كاسح عليه، بس مو من اتباع بني سكولولو، لا من المتابعين نفسهم. التعليقات بطل فيها مزح، الكل بيحكي باسلوب حاد. يعني التعليقات: انت منيح اللي صحيت، انت ساحب سنة وجاي تنزل كأنه ما في شي، والكثير الكثير. من صانع محتوى فيسلس شانل مبتدئ وجديد، ومن تحليلات العبقرية اللي عمرها ما خابت، جبت لكم الجواب على السؤال لشخص غيابه بيعمل زلزال وحضوره بيكسر الدنيا. ليش باري تيوب ما بينزل كثير؟ What the shit is this? أكثر موضوع بتعب أي واحد ابن عالم وناس ومتربي صح لما يشوف اللحم بنات العالم والناس على الملأ. وسامحوني على الكلمة، الموضوع مقرف، بس لازم ينحكى فيه ونقارن ونحط حدود بين المحتوى المرتب والمحتوى الرديء، ونصير نقول كيف هيك ما في شرف، ما في نخوة. موضوع المحتوى العائلي ببلش دايما باثنين متزوجين أو اثنين أخ وأخته، بكونوا عادي أنقياء أبرياء، وحكي عادي وفيديوهات عادية بالحديقة بالمطبخ بغرفة النوم. شغلات بالنسبة إلي حتى مو عادية، بس نفرض جدلا إنه نمشي معهم ونقول عادي. بعد فترة صغيرة بتلاقي إنه الهوك صار وضعيات مخلة بالأدب، وضعيات مقرفة، شغلات طالعة ومبينة، يعني إشي مقرف جدا بكل ما تحتويه الكلمة من معنى. اللي بجلط وبقهر إنه هذول الشخصين بعد سنة بدل ما يكون هم اسمهم كلب وكلبة، بصير اسمهم مؤثرين. عشو مؤثرين ما بتعرف، وعندهم بلس 10 مليون متابع، على عكس باري وأمثاله من الناس بالوطن العربي اللي بيقدموا محتوى ممتع تعليمي، وبنفس الوقت ما في أي إشي خادش للحياة والرأي العام. الشيوخ اللي بيحاولوا يغيروا من فكر المجتمع. باري بفيديوهاته الناقدة ما بنحكي عن الترفيهية، عدا عن إنه دمه خفيف، حتى وهو معصب بتحسه عادي وبضحك، إلا إنه أفكاره ومواضيعه لما ينقد بتحسه من بلدياتنا، عدم تربي ومحترم، ابن عالم وناس، والنعم من أصله وتربيته. بنحييه وبنحيي أي صانع محتوى بيقدم شي حلو وممتع بدون ما يخرج عن نطاق الشرف والدين والعادات تبعتنا. طب شو علاقة الموضوع هذا باللي بنحكي فيه؟ العلاقة إنه المحتوى الرديء سهل الانتشار بحالات الترند. مثلا فقست بيضة على راس أختي، صورت أمي وهي بتغسل. فاهمين القرف هذا أنتو؟ سهل التقليد، سهل العمل والمونتاج، على عكس حدا مميز بده يعمل محتوى يونيك فريد من نوعه. باري تيوب لو بتقلب بقناته بتكتشف شغلة من أحد أسباب شهرته. إذا أنت صانع محتوى وبدك تتعلم كيف الناس وصلت، بتسمع دايما سي اي او اليوتيوب بقولوا اعمل محتوى أصلي، اعمل محتوى فريد، اعمل محتوى يونيك. بس ليش؟ لأنه لقيت إنه المحتوى المكرر الخوارزمية ما بتقترحه كثير إذا مكرر، فضلا عن إنه بس يخلص الترند الفيديو تراش كان جاهز. على عكس الشيخ باري، إذا بتلفلف بقناته كاملة كل المحتوى تعدى مرحلة الأصالة والأصلي، بل هو محتوى يونيك. يعني ما في اثنين بالنت بيحكوا بنفس موضوعه. تحدي هسه، جيب لي فيديو لواحد بيحكي عن ثالث أكبر مهايطي بأمريكا انقتل، أو حدا بيحكي بموضوع جدري القرود. يعني شخص عميق، مو أي محتوى بيمشي معه. مثقف مثقف، يا مثقف، بصوت رؤوف. صدقوني فكرة محتوى اليونيك هاي لحالها بدها الشهر من العصف الذهني والتفكير. شو بقدر أعمل، شو بقدر أعمل، دردبش، شو ننزل محتوى، شي بأخذ وقت. Hell nah! سمعت كثير باري وهو بقول فيسلس شانل وجبت 6 مليون أو جبت 7 مليون بأكثر من فيديو، أحيانا بفخر مع شوية غرور، شوي يعني شوي، ما بنحكي كثير. بس بيطلع له. تعالوا أحكي لكم شو يعني فيسلس شانل إذا مو عارفين. صانعين المحتوى اللي بيصوروا بكاميرات، التايم لاين عندهم خط مستقيم تقول أوتوستراد الزرقاء عمان، شوي إفكت على شوي كت. ارتباط جمهورهم فيهم بكون أسرع من حدا بيعمل فيسلس شانل. صانع المحتوى فيسلس شانل أول ما يقرر يدخل بهاللعنة بقول عادي سهل الموضوع، ما بدي إلا
لمايك ابو $10 وبنبلش. بعد ما تنزل فيديوهين والافرج فيو عندك يكون 10 ثواني بفيديو مدته 10 دقائق، بتبلش تبحث وتدور شو بدك تعمل، ليش هيك بصير، والله الفيديو حلو وممتع، ليش ما حدا بتطلع عليه وليش ما حدا بشوف. بس لا، مش هيك الموضوع. الفيسلس شانل انت اخترت انك ما تطلع بوجهك، ما عندك قرف الاناره والتصوير، مقابل هذا الاشي انت بدك تعوض جمهورك باشي اكبر. انت بتبلش مهمتك بالتايم لاين؟ لا والله، بتبلش مهمتك بالسكريبت. اي كلمه غلط لو انها بالدقيقه السابعه المشاهد مستمتع كل الفيديو، رميت كلمه غلط هذا المشاهد بقول يا رب، وبقول لك حل عني يا زلمه انا ناقصني هبل. كل حرف بالسكريبت بنكتب بتفكير عميق وبدائل كثيره لحد ما تطلع بإشي برضي او مقبول، واحيانا بتكون مش راضي بس خلص هيك اجت معي مو قادر اعمل احسن. وبعد ما تكتب السكريبت وتعمل الفويس اوفر وتعدل الصوت وتنقيه وتظبطه تصفن. طيب يلا صفني، طب يلا ضلك صافن. اقبح اشي بالفيسلس شانل كيف تبلش بالهوك. من وين ابلش؟ شو اجيب ستوك فوتج؟ كيف اعمل هوك يربط الناس ويخليهم يتطلعوا؟ كيف اظبط صوتي عشان الناس ما تطلعش من الفيديو؟ ستوك فوتج، تخيل انك بتدور على مقطع بالنت يكون ما عليه حقوق نشر وانت بدك بس ثانيتين ما بدك اكثر، وتلف 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 بهالنت عشان تلاقي شيء مناسب. ومثل هذا المقطع اللي بدك اياه بدك غيره 200 مقطع على الاقل عشان تعمل فيديو. الصوت او الفويس اوفر ما في مجال تتهاون فيه، بدك انقى صوت واوضح صوت. المشاهد بتحمل 10 ثواني بايخات ومملات بس ما بتحمل 5 ثواني صوت سيء، عدا عن انه انت بدك تتفاعل مع السكريبت وتغير بطبقات صوتك يعني، وتعطي مشاعر للجمهور عشان تجذب انتباههم. وهذا شيء بده ممارسة وتدريب عشان تعيش انت الجو قبل الجمهور وتعمل هذا الرابط اللي بينك وبين الناس، كونه ما في وجه او تفاعل بشري وجهي بصري. كيف بالله المصطلح. المونتاج، التايم لاين عندك بيكون عبارة عن 20,000 فيديو فوق بعض، وما تأخذ صورتي هاي هي المرجع. أنا مبتدئ وبتعلم كل إشي أول بأول وبحاول أقدم إشي مقبول. بجوز لو نشوف التايم لاين تبع باري للي بيعرفوا بالمونتاج بنصدموا. البني آدم هذا ما في 3 ثواني بتمر عنده مرور الكرام، كل شوي في حركة، كل شوي في ساوند افكت، كل شوي إشي بلفت نظرك أو ثانية بتعجبك. هاي بيكون بدها شغل ساعات اللي انت شايفها ثاني بس. ومع هذا كله في شيء بقول لك اذا بيزيد الشغل بزيد الغلط. واحد مصور بكاميرا 5 دقائق ورا بعض كل شوي بيعمل زوم، مو مثل واحد عنده بال5 دقائق 50 فيديو، يعني 50 كت، يعني كلر جريدنج، يعني ساوند افكت ممتاز، يعني باك جراوند ميوزك مناسبة، يعني فيديو افكت مناسب لكل لحظة، يعني فلتر مناسب لكل لحظة. كل هذا ما لازم يضايق المشاهد البريء اللي بيجلدك إذا بتتأخر عليه بفيديو. إذا المشاهد بنزعج من كثر المونتاج بقول يا رب حل عني كمان مرة أنا ناقصني قرف. فيسلس شانل يعني مونتاج قوي، سكريبت قوي، صوت ممتاز، إيقاع سريع، أفكار جيدة. فما بالك لما تشوف باري منزل فيديو مدته 20 دقيقة بهاي الجودة وبهاي الدقة، فحقه يفخر بالشي اللي بيعمله. المشاهد ما بفهم شو يعني فيسلس شانل، عشان هيك حبيت أشرح لكم شوي شو يعني، بس شوي. I don't give a shit. هل باري مظلوم من المتابعين؟ برأيي شوي، لأنه النوع اللي بيشتغل بجودة عالية كثير غالبا راح يتعب نفسيا أسرع من الناس اللي بتنزل أي إشي، لأنك لما ترفع سقف الجودة بتصير محبوس فيه. يعني إذا نزل فيديو عادي شوي شوي الناس فورا بتهجم لا الفيديو القديم أحسن، وبتلاحظ فرق الجودة. هذا الشيء مو موجود عند باري. الناس بتلاحظ الغياب بس ما بتلاحظ فرق الجودة، عشان هيك هو بغيب. يا أخي خليه يعيش، حلو عن الزلمة. وفوق هيك الخوارزمية نفسها مرات ما بترحم، ممكن تقعد شهر كامل تشتغل على فيديو مونتاج سكريبت والفكرة بدها شهر قبل كمان، وبالأخير يطلع اليوتيوب دافع فيديو لشخص بيصيح على دجاجة أو واحد بحط صرصور على مرته وهي نايمة بغرفة النوم. يعني مقلب، قال مقلب. يعني مو تفكروا انه مشاهدات الفيديو بالمليون وطالع هيك خلص، لا هو احيانا ممكن يلاقي فكرة يكون بتوقع انها تجيب مثلا 12 مليون لانها ما صارت وبتجنن، ويتعب بفيديو يكون له شهور مثلا بيشتغل فيه واخر شي يجيب له مليونين. هذا الاشي بتعب النفسية شوي. الناجح بده يصير انجح، ما في حدود للنجاح. الجواب اللي أكيد كلكم ما راح يعجبكم، هو شوي محزن، عواقع لازم تفهموه. نعم طبيعي جدا، أنا بتابع كثير قنوات أجانب فيسلس شانل ما بيفرقوا عن باري بشعرة، كلهم بيختفوا 8 شهور وبرجعوا، سنة وبرجعوا. ما تفكروا إنه باري مو مهتم، هيك الوضع الطبيعي لفيسلس شانل، هيك الوضع الطبيعي لواحد محترف. هو لو يصير ينزل لك فيديو كل أسبوع نصكم راح يبطل يتابعه، لأنه الموضوع بده صبر عشان يطلع الشغل نظيف وإشي تستمتعوا فيه وتعملوا له افريج فيو فوق 60%. انا بشوف انه باري تيوب من القنوات اللي واضح انه صاحبها عنده شغف فعلا، بس بنفس الوقت الفيسلس كونتنت متعب بشكل مش طبيعي،
المشكلة الأكبر إنك تنافس محتوى رديء وسريع وسهل الانتشار، بس يمكن هاي هي اللعبة أصلا، إنك تحاول توازن بين الجودة والاستمرارية وعدم فقدان عقلك بنفس الوقت. مبروك لباري 11 مليون متابع، بيستاهل أكثر. وآسف جدا لباري، بدي أستعمل الإند سكرين تبعته بهذا الفيديو يعني بس عشان الموضوع بخصه يعني، فشك شك شك شك. كأنه سينما، كنا نفتح الفيديو ونوقفه ونروح نطش بالحارة ونعمل سندويشة لبنة ونعمل مشاكل بالبيت وناكل